بيبدأ الفيلم بطفل اسمه فرانكلين بيحط هدومه في الشنطة عشان هيروح يعيش مع عيلته في مدينة تانية، فيركب العربية ويزعل عشان هيسيب صحابه اللي في المدينة اللي كان قاعد فيها، ويروح مدينة كانساس ويشوف كل المحلات والأماكن اللي في المدينة، ويوصلوا أخيرا لبيتهم ويشوف الأطفال اللي ساكنين في المدينة، ويزعل عشان بيفكروه بأصحابه اللي كانوا في المدينة قبل ما يجوا هنا، ويطلع هدومه من الشنطة فيقرا الكتاب بتاع جده عشان يعرف يكسب أصحاب جداد، ويقابل واد اسمه لينوس بيزرع القرع العسل في الأرض عشان عاملين مسابقة إن أحسن واحد بيزرع كمية يكتين أو قرع العسل في المدينة بيكسب. اتكلم معاه فرانكلين ويقطف قرع عسل اللي زرعه فيزعل لينوس ويتضايق ويمشي فرانكلين ويفتكره مجنون ولا حاجه. ولسه فرانكلين بيقرا في الكتاب ويعدي من بنت ماسكه كتاب وجنبيها عصير ليمون، فيفتكروا ان هي بيبيع عصير ليمون فيشربوا فرانكلين ويزعلوا انت بتشرب ايه؟ فيقول لها ان هو دفع لك ثمن العصير مش هو ده عصير، فتقول له فاتحه مساعده نفسيه بتساعد الناس ب5 دولار مش العصير. ايه الاحراج ده؟ فيتكلم نفسه انه مش عارف يعمل صحاب جداد، فيلاقي كلب لسه بيفكر يصاحبه ويمشي، فيروح فرانكلين الشاطئ وقاعد لوحده فيتحدف عليه على البحر كوره، ويجي واد اسمه شارلي يقول له الكوره دي بتاعتي، فيطلع اسمه تشارلي، يتعرفوا على بعض ويجري ويقول له ان امه بتنده عليه، فيمشي فرانكلين ومعاه الكتاب لسه بيقرا فيه، فيشوف محل بيتزا فيفكر يخش، فيسمع البت اللي شرب منها الليمون يتكلم عليه فيزعل ويدخلها في وشه على سايقين عربيه فيخبطوا في الشجره، ويطلعوا العيال يشوفوه ويقولوا لهم ان هم بخير، ويقولوا لهم ان هم بيجربوا العربيه اللي عملوها عشان في مسابقه عاملينها، ويشرح لهم ان المسابقه اللي هيكسب في المسابقه دي هيكسب بيتزا ببلاش وكاس. كل يبدا يلاقي شريك عشان يعملوا له العربيه، لكن تشارلي محدش عايز ياخده شريك، حتى فرانكلين نفس الكلام، لحد ما يلاقوا بعض ويوافقوا على قرار الشراكه ويروحوا المحل يشتروا اللوازم عشان يعملوا العربيه، والكل عمال ياخد كل حاجه، فيلاقي فرانكلين ديركسيون واحد تمسكه برضه في نفس الوقت البيت ويتخانقوا مع بعض عشان مين ياخده الاول. قالوا مين شريكك؟ يقول لها تشارلي، تتريق عليه تقول له تشارلي انت تختار حمار يساعدك وما تطلبش تشارلي يساعدك، صاحبك ده الدهب في ايده يبقى تراب. فيتضايق فرانكلين ويزعل ويفتح فرانكلين الورشه بتاعتهم ويحضر الحاجه، ويجي تشارلي معاه عجله مليانه شكمان عشان يعلي السرعه بتاعت العربيه، ويبداوا من الاتنين يعملوا العربيه ويتكلموا مع بعض عشان يجروا الوقت، ويقول ان فرانكلين ان هو بيحب الجاز اللي هي الموسيقى يعني، ويخلصوا منها ويغطوها بشجره عشان ما حدش يشوفها، ويجربوها ويشغلوها ويدوروها ويسوقوها، والسرعه بتزيد كل ما فرانكلين بيسوقها، ويخاف تشارلي فيدوس على الفرامل ويقول له اوعى لك من الفرامل ما تدوش دلوقتي، فيقول له فرانكلين لا خلينا نستمتع باللحظه دي يا اخي، دي مره واحده في العمر، السرعه تزيد وعربيه تتفك منهم، فيزعل فرانكلين ويقول له ليه دوست على الفرامل؟ عشان بيقول لك خلينا نستمتع باللحظه، يرد عليه عشان نهدي السرعه، فيقول له البت بتاعت الليمون كان عندها حق، ده الفرامل في ايدك تتحول لجدون، ويمشي شارلي زي هو زعلان، ويجي الليل ويروح فرانكلين عند العربيه يلاقي شارلي هناك ويقول له ما تزعلش انا كنت منفعل شويه، فيقول له عادي ويصلحوا العربيه، وتيجي المسابقه وتبدا ويسرع فرانكلين في السرعه عشان يبقى الاول، والبت بتاعت الليمون تتقدم بسرعه غريبه تبقى تقول هي برضك سرعوا، وتبدا البوازيق بقى تحصل المنافسين وتكسر عربياتهم، ويدوس على الفرامل تروح البيت موقعها العربيه الايس كريم عليهم وتخبطوا فرانكلين بالعربيه فيطير ويروحوا بعيد عن المسابقه، تكسب البت بتاعت الليمون المسابقه وتاخد الكاس وتبقى رقم واحد، فيزعل تشارلي عشان الحاجه التافهه اللي خسرته، ويزعل فرانكلين برضك عشان كان نفسه يكسب والكل يصاحبه ويبقى معروف، ويقول له تشارلي العادي يعتبرني اصحاب دلوقتي، ويقول فرانكلين انه خلاص لازم يخلصوا ويعدوا المسابقه، ويعدوا لكن ما يقدروش، ويشجعوهم العيال يقول لهم يلا عدي فيعدوا، وتيجي البت بتاعت الليمون تقول لهم مبروك والبيتزا المجانيه على حسابي، تبدا حفله البيتزا في محل البيتزا، ويروح فرانكلين وتشارلي يقولوا ان ابوه لقى شغل جديد، فيفتكر ان هو هيمشي ويروح مدينه تانية يقول لهم انها نفس المدينه، ويفرحوا ويكسب فرانكلين اصحاب جداد ويتكلم معاهم. وده كان ملخص فيلم سنو بريزنت ويلكم هوم فرانكلين. رب يكون الملخص عجبكم، متنساش اللايك وسبسكرايب للقناه عشان يبقى كل يوم فيديو ملخص جديد، ومتنساش الانستجرام تحت. شكرا.